وأخيرا ولله الحمد، البطلة الجزائرية إيمان خليف، أو بالأحرى الفحلة الجزائرية إيمان خليف، تتغلب في النهائي على الملاكمة الصينية وبالضربة القاضية وبأداء رائع وبسيطرة كاملة على هذه المنازلة، وتهدي الميدالية الذهبية للجزائر في منافسة الملاكمة أقل من 66 كيلوغرام. هكذا إيمان خليف ترد بقوة على كل المشككين والمتنمرين. رد إيمان خليف كان على الميدان وعلى حلبة المواجهة، وليس عبر الصحافة والأحاديث كما فعل المتنمرون بها. شهدت نهاية الملاكمة فرحة كبيرة من قبل الجمهور الحاضر وفرحة إيمان خليف، وسارع المهنئين من بينهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي عبر عن فرحته بفوز إيمان خليف وإهدائها للميدالية الذهبية الجزائر. وما نقول في الأخير، ألف ألف مبروك لبطلة الجزائر إيمان خليف، وألف مبروك على الجزائر هذه الميدالية الذهبية.